أعزائي المتابعين، أهلا بيكم ونشرة النهاردة 14 يناير. كورة بوكس بتقدم لكم خدمة جديدة، بنقدم لكم نشرة يومية بالمختصر المفيد وهتاخد الخبر من عندنا. يعني احنا بنثق في مصادرنا، وعندنا شبكة مراسلين في كل حتة، في كل في الأهلي وفي الزمالك وفي الأندية الأخرى وفي كل حاجة وفي الألعاب الأخرى. في كل حاجة هتلاقوا الخبر هنا في كورة بوكس وبس. بالمختصر المفيد هنكون مركزين إن احنا نقول الخبر على طول عشان ما نطولش على حضراتكم. أول خبر معانا هو ليه علاقة بنجم الأهلي إمام عاشور. خليني اقول لكم ان يعني بحسب مصادرنا امام عاشور وصلت له رساله من مجلس الاداره، يعني رساله من محمود الخطيب الكابتن الخطيب اسطوره الكره المصريه. ما اتكلمش مع امام عاشور في الموضوع اللي احنا هنقوله لحضراتكم ده دلوقتي، ولكن الرساله وصلت عن طريق حد. قد يكون كابتن محمد رمضان، قد يكون شخص آخر في الجهاز الفني الأهلي، ولكن هي بحسب معلوماتنا رسالة وصلت لإمام عاشور واضحة وصريحة، وهي إن التصرفات اللي هو بيعملها أو ردود أفعاله على أي استفزاز بيتعرض ليه من جماهير الزمالك ده مش مقبول، وهم شايفين ان ده بيخرج اللعيب عن تركيزه. وامام عاشور وصلته رساله واضحه وصريحه ان هو يعني ما يدخلش في السكة ديت، وما يعني لو في حد استفزه يحاول ان هو يتلاشى الموضوع دوت، ويحاول ان هو ما يردش ردود تثير الجدل على السوشيال ميديا بشكل عام او تثير الجدل امام الكاميرات. وانا بقول لكم اهو هتلاقوا امام عاشور من الفترات اللي جايه مش هيكون في رد، لان رساله الاهلي من مجلس الاداره كانت واضحه وصريحه. والاهلي ما بيهزرش في الكلام ده. الاهلي طالما انعمل يعني لو نور اللمبه الحمراء لاي لعيب او مسؤول داخل النادي، تعرف ان الموضوع ما فيهوش هزار خالص. الموضوع التاني اللي معانا ليه علاقه بزيزو. خلينا نقول لكم ان بحسب مراسلنا في نادي الزمالك، فزيزو رفض فكره ان هو يجدد عقده ويطلع اعاره للسعوديه. في عرض من الاتفاق السعودي لزيزو لنهاية الموسم مقابل 1.5 مليون دولار، مع بند شراء نهائيا ب3.5 مليون دولار. يعني بحسب مراسلنا في نادي الزمالك فهو يعني بيأكد لنا ان زيزو مرحب بالعرض بشكل عام. واحنا قلنا لحضراتكم امبارح ان مشكلة زيزو والزمالك هو ازاي يخرج، وازاي الموضوع ما يبانش ان يعني ان في احراج لمجلس الزمالك ان هو تخلى عن نجم الفريق، او زيزو ان هو باع النادي يعني. لكن في ترحيب من الطرفين. زيزو رفض فكرة ان هو يجدد ويمشي، دي حاجة. تاني حاجة زيزو فكرة ان هو يروح قطر دي مقفولة بالنسبة له. هناك معمول عليه بلوك، لان هو كان في دخل في مفاوضات قبل كده مع احد الانديه وما كملهاش. فالكلام اللي طالع اليومين دولت ان هو عنده عرض من قطر، ودي ورقه ممكن يكون وكيله او يعني وكلاءه بقى، لان زيزو في مجموعه مع والده كده بيشتغلوا معاه. ده ممكن تكون ورقه ضغط. ولكن المعلومة المؤكدة اللي انتوا هتاخدوها مننا هنا في كورة بوكس ان هو مش هيروح قطر تماما. لو طلع على الارجح هيروح السعودية، لكن قطر مقفولة تماما. الموضوع الثالث ليه علاقة باجتماع كابتن حسام حسن مع المهندس هاني ابو رضا. قلنا في النشرة اللي فاتت ان يعني ما فيش ترحيب قوي ما بين الاتنين، هم يقعدوا مع بعض ويتكلموا بسبب الخلافات السابقة. في جلسة، والجلسة اللي حصلت يوم الاثنين دي كانت جلسة سياسية. لازم صور تطلع للرأي العام، ويكون فيها ضحك بقى ويكون فيها هزار عشان يتم التوضيح يعني ان مفيش مشكلة ما بين مهندس هاني ابو ريدة وحسام وابراهيم حسن. ولكن الموضوع كما هو يا جماعة، يعني بحسب معلوماتنا الموضوع كما هو. مهندس هاني ابو ريدة عن تحفظات على شخصية حسام وابراهيم بشكل عام في إدارة يعني الفرق بشكل عام وشخصيتهم وعصبيتهم. والراجل يعني مديلهم التارجت بتاعهم النتائج هتكون كويسة هيكملوا. لكن مع اول تعثر مش هيكون في مساندة من المجلس الحالي، وهيكون في استعانة بمدير فني اجنبي. افتكروا الكلام ده، الكلام النهاردة بتاريخ 14 يناير. كورة بوكس النهاردة بيقول لكم التفصيلة مهمة دي.
مع أول تعثر لكابتن حسام حسن مع منتخب مصر مش هيكون في مساندة ولا دعم من المجلس الحالي، هيكون في استعانة بمدير فني أجنبي، وتعثر معناه خسارة ماتش بنتيجة كبيرة، أو يعني في حاجة تحصل تخلي اتحاد الكورة ياخد القرار ده. الموضوع بقى الرابع اللي معانا ليه علاقة بكابتن علي ماهر والنادي المصري. بصوا يا جماعة، بصراحة كده كابتن علي ماهر مش بيحب يلعب ماتشاته في السويس. يعني هو استاد السويس الجديد ده هو مش بيتفائل بيه بقى، مش بيرتاح. لكن الملعب طبعا ملعب هايل، ملعب عظيم، لكن هو بيحب يلعب في برج العرب اكتر. وقرر ان هو يلعب ماتش بلاك بولز الحاسم في تأهل المصري للربع نهائي الكونفدرالية في برج العرب. الموضوع دوت أثار غضب جماهير بورسعيد. الجمهور دايما هناك في بورسعيد له علاقة بمجلس الإدارة. مجلس الإدارة بيتأثر جدا برأي الجمهور، والموضوع طبعا يعني ليه صدى كبير في المجلس. وحاولوا ان هم يعني يتكلموا مع كابتن علي ماهر ويقولوا له ان هو الافضل ان هو يلعب في السويس عشان خاطر الجماهير وحضور الجماهير. والراجل قال لهم طبعا ما عندوش مشكلة ان هو يلعب في السويس، لكن يعدي بس المرحلة ديت. هيلعب ماتشين فرق، وهيلعب الماتش التاني مع بلاك بولز في برج العرب. ولكن اللي انا بقوله لكم بحسب معلومات مؤكدة ان الكابتن علي ماهر نفسه مش بيحب فكرة ان هو يلعب في السويس، بل بالعكس هو بيحب يكون موجود في برج العرب. لو في مفاضلة بين الاتنين هيختار برج العرب. وده على عكس على فكرة كلام السائد بقى ان المصري يلعب افضل في السويس. ده ممكن يكون بالنسبة للجماهير، لحضور الجماهير والكلام ده سهولة الوصول يعني. ولكن كابتن علي ماهر بيحب يلعب في برج العرب. انتهت نشرة النهاردة، ودايما شعارنا واضح: خد الخبر من عندنا، وبالمختصر المفيد هنقدم لكم المعلومة. ونتقابل إن شاء الله في نشرة جديدة. السلام عليكم.